السلام عليكم، ازيكم يا ابطال؟ ان شاء الله تكونوا كويسين وعلى طريق النجاح معانا مكملين. عارفين اغنية عمرو دياب انا عايش ومش عايش؟ انا عاوز اقول لكم ان عمرو دياب كان بيحاول يوصل لنا رسالة. عمرك سألت نفسك السؤال ده؟ هل انت عايش ومش عايش ولا عايش وعايش فعلا؟ عاوز اقول لك ان في فرق كبير جدا بين اللي بيصحى من النوم عشان يكرر يومه اللي كان قبل كده، يعيد نفس النسخة، اللي هو ياكل، يروح الشغل، يرجع، ينام، سليب، ريبيت، ولا انت واحد كل يوم بتصحى عشان تكمل جريان ورا حلمك. لو انت النسخة بتاعت eat sleep repeat الفيديو ده ليك. النهاردة معانا 5 نقط هتوضح لنا الفرق ما بين ان انا عايش ومبسوط او ان انا بس موجود. النقطة الأولى معانا النهاردة وهي تحديد المعنى الشخصي للحياة. حياتك لازم يكون ليها معنى. فالسؤال دلوقتي، هل فعلا في معنى أو في هدف بيخليك تصحى كل يوم متحفز عشان تجري وراه؟ لو فعلا في هدف وفي معنى يبقى أنت فعلا عايش حياتك. لو أنت بس بتصحى كل يوم الصبح عشان تروح الشغل أو تروح تعمل الحاجة المطلوبة منك في الحياة، فأنت مجرد شخص موجود معانا في الحياة. في دراسة من جامعة هارفارد قالت إن الأشخاص اللي عندهم purpose، عندهم هدف في حياتهم، هم الأشخاص اللي بيعيشوا فترة أطول وبيكونوا أكثر سعادة في الحياة. يعني الحياة مش أيام بس بنعديها، لا، الحياة هي هدف إحنا بنجري وراه مستمتعين بيه وعندنا شغف ليه. وأنت بتتفرج معانا على الفيديو ده عاوزك تجاوب على السؤال ده. إيه الحاجة اللي بتشغل تفكيرك أول لما تفتح عينيك كل يوم الصبح لمدة 10 دقايق، ممكن ربع ساعة؟ هل هي الحياة وضغوطات الحياة ومش عارف أعمل إيه ومش عارف أبتدي منين؟ يبقى أنت إنسان موجود في الحياة فقط. لكن لو بتصحى كل يوم الصبح عندك هدف وعندك حاجة ناوي تعملها ومخطط ان انت تعملها خلال يومك، خلال الاسبوع، خلال الشهر، خلال السنة، يبقى انت فعلا انسان عايش ومستمتع بالحياة دي ومتأكد ان انت في يوم من الايام هتوصل. في مؤلف كتاب اسمه فيكتور فرانكل، والكتاب اسمه Men's Searching for Meaning، الرجال يبحثون عن المعنى. الراجل ده كان معتقل في سجون النازية، واكيد كلنا عارفين ان اللي كان في الفترة دي بيعتقل في صفوف النازية هو خلاص hopeless case، يعتبر ميت. لكن هو كان عنده امل وعنده هدف ان هو يخرج، وقعد طول فترة الاعتقال يدور على المعنى الحقيقي للحياة، واكتشف ان انت لو عندك فعلا هدف او معنى للحياة ده ممكن ينقذ حياتك، وده اللي خلاه ينجو ويكمل ويألف لنا الكتاب ده. النقطة رقم 2 وهي من اخطر النقط، عارف انت الكومفورت زون؟ اكيد سمعت ناس كتير بتتكلم على الكومفورت زون، منطقة الراحة، وقد ايه هي ممكن تكون سجن ناعم. عارف يعني ايه منطقة الراحة؟ الكومفورت زون هي مش مكان ولا زمان، بل هي زمان ومكان. الكومفورت زون هو المكان والظروف والوقت اللي انت بتحس فيه ان انت فعلا في استمتاع بالانتخة والكسل ومش عاوز حد يخترق او يخش الكومفورت زون بتاعتك دي. لازم تتخلص منها، لازم تتخلص منها. الكومفورت زون او الوقت فعلا اللي انت بتحس ان انت مستمتع بيه هو لازم يكون وقت المكافأة بعد اتشيفمنت معين. كلنا طبعا بنحب الامان، لكن زي ما قلت الكومفورت زون هي فعلا سجن انت مش حاسس بيه ولكن بيسرق وقتك من غير ما انت تحس. لو عاوز تعيش لازم تخرج من الكومفورت زون دي، لازم تجرب، لازم تغلط، لازم تفشل، لازم تنجح عشان توصل للي انت عاوزه. لكن طول ما انت سايب نفسك للراحة والانتخة، انسى يا بطل. في ابحاث كتير في علم النفس اثبتت ان احنا بنتغير لما نواجه الخوف مش لما نهرب منه. هديك مثال بسيط. انا كنت واحد خجول جدا وانا صغير، كنت بتكسف اتكلم قدام الضيوف، بتكسف اتكلم قدام الناس. لما بحس ان انا in the spot كان وشي بيحمر والدنيا بتكركب معايا. لكن بعد ما اتخرجت من الجامعة وحبيت ان انا اشتغل في السياحة، كان لازم ان انا اكون انسان تاني، لان انا عارف ان انا جوايا انسان لبق، جوايا انسان يعرف يتكلم ويتواصل مع الاخرين. وفعلا اشتغلت في وظائف كتير في السياحة لحد ما وصلت ان انا بقيت تور جايد في شركة كبيرة، والحمد لله رب العالمين ربنا وفقني وقدرت ان انا اكون تور جايد كويس جدا. وهو نفس الطريق اللي انا مكمل عليه. يمكن انا حكيت لكم في فيديو قبل كده، انا دلوقتي شغال في شركة في Learning and Development Department. فيلا يا بطل، كل حاجة بتحس ان انت خايف تعملها اعملها، لان هي دي ممكن الحاجة فعلا اللي تغير حياتك. النقطة الثالثة وهي الوقت. احنا ما نملكش الوقت، احنا بس بنستخدمه وهو بيمر علينا. عارف انت ايه الحاجة المشتركة ما بين انسان ناجح وما بين الكلوك الساعة؟ ان الاتنين مستمرين، الاتنين بيجروا مع الوقت ولكن مستمرين. لكن في واحد تاني قاعد عمال يتفرج على عقارب الساعة بس لمجرد الفرجة والوقت بيمر عليه. اسأل نفسك السؤال ده، انت عارف انت في الاسبوع بتضيع وقت قد ايه على السوشيال ميديا؟
في طبعا الايفونز ومعظم التليفونات دلوقتي ممكن تجيب لك الافريج تايم اللي انت قضيته على ابلكيشن معين او اوفر. الابحاث قالت ان الشخص العادي بيضيع 2.5 ساعات من وقته على السوشيال ميديا في اليوم، يعني في الاسبوع 17.5 ساعة. طيب هل انت ضيعتهم على حاجات تتعلم بيها، تكتسب مهارات جديدة، تطور من نفسك، ولا بتتفرج على فيديوهات مهمتها الوحيدة انها تسرق وقتك وتستغله في زيادة المشاهدات وتحقيق الارباح؟ النقطة رقم 4 ودايما في فيديوهاتي بأكد عليها، شباب قل لي مين 5 اصحابك وانا اقول لك مستقبلك شكله عامل ازاي. الناس اللي حوالينا لو انت فعلا عند مفترق الطرق وحابب تتغير لازم تبص للناس اللي حواليك، لازم فعلا تفلترهم، مين الناس اللي بتديك بوش ومين الناس اللي بتسحبك. انا اديت مثال قبل كده، انت لو رايح اتجاه معين مستحيل تركب وسيلة مواصلات فيها ناس رايحين اتجاه مخالف، لازم تركب مع الناس اللي رايحين نفس الاتجاه. فيا شباب الناس اللي حواليك لو الناس اللي حواليك عايشين ومستمتعين بحياتهم وعندهم أفكار ومبادئ وأحلام، انت كمان إجباري هتكون مع الفلو، هما هيدفعوك في الاتجاه ده. لكن لو الناس اللي حواليك اللي هم النسخة eat sleep repeat، انت كمان هتكون موجود معانا على الكوكب eat sleep repeat. اختيارك يا بطل. النقطة رقم 5 وبرضه بقولها في فيديوهاتي كتير، اتحرك، ابتدي، ما تستناش الظروف انها تكون مثالية عشان سيادتك تبتدي، لا والله ابتدي من دلوقتي. فكر في فكرة مجنونة، ما تخافش، جرب تاني. احنا ما بنملكش الوقت ولكن نستخدمه. انا عن نفسي هستخدم الساعة او الساعتين اللي جايين دول ان انا اعمل editing للفيديو ده عشان اطلعه لكم بصورة حلوة، فانا بستخدم الوقت. انا مش اللي هو هعمل الفيديو ده وتاني يوم مثلا لما الظروف تتناسب، لا دلوقتي حالا، ده خلاص ده التاسك بالنسبة لي هعمله، يعني هعمله ايا كان الظروف الخارجية لا قدر الله طبعا، يعني حاجة تكون أقوى مننا، ولكن أنا هو ده التاسك بتاعي بتاع النهاردة، بتاع ال3 ساعات بتوع النهاردة. هخدم فيديو النهاردة وإن أنا أقول لك أنت اتخلقت عشان تعيش ويكون ليك حلم وتكون النسخة اللي أنت عاوزها، ما اتخلقتش عشان تكون إنسان موجود معانا بس على الكرة الأرضية ونقطة. وافتكر إن كل يوم، لا كل ساعة بتعدي علينا هي فعلا ممكن تكون الفرصة الذهبية ان انت توصل للنسخة اللي انت عاوز تكون عليها. هسيبكم يا شباب مع السؤال الاخير، الا وهو اسأل نفسك دلوقتي right now، انا عايش ولا انا بس موجود؟ وده كان فيديو سريع وان شاء الله اشوفكم في فيديو جديد. مع السلامة.